السلام عليكم. كنا وعدنا حضراتكم ان احنا هنخرج نعلن عن ال3 مشروعات الفائزة. احنا طبعا كنا عملنا مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة، فخلينا نستعرض مع حضراتكم البرزنتيشن. احنا البرزنتيشن ده اتكلمنا فيه على نقاط محددة: تعريف المبادرة وأهدافها، المعايير الأساسية لاختيار المشروعات، عملنا عرض تفصيلي للمشروعات الفائزة، يعني احنا النهاردة بنعلن عنها وهنحدد ميعاد المشروعات الفائزة تيجي تعرض، كل واحد يعرض مشروعه بالتفصيلي. وعندنا عملنا رؤية مستقبلية لدعم المشروعات الصغيرة. كان عندنا بعض التوصيات العملية للدولة والمجالس التنفيذية. هذه التوصيات تم رصدها أثناء المسابقة، وأيضا كان في بعض التحديات قابلناها حطنا لها علاج هنستعرضها مع حضراتكم. أول نقطة، المبادرة هي كانت لدعم المشروعات الصغيرة. دي مبادرة شخصية لا تتبع أي جهة. المبادرة جات إن كان بقى في تواصل من الأصدقاء أو المقربين أو حتى ناس ما تعرفناش ولكن هي بتسمع عننا، بيتم الاستشارة إن أنت تقدم لهم زي ريكومنديشن أو تقدم لهم بعض النصايح أو توجهه إنه يعمل دراسة جدوى حقيقية لمشروع أو يبص على المخاطر من زاوية معينة فبيستشيرك. فجت الفكرة إن احنا نعمل مبادرة شخصية لدعم المشروعات الصغيرة. كان عندنا بعض المعايير الأساسية لاختيار المشروعات. احنا كان عندنا معايير عشان نختار المشروعات ديت، حطينا بعض المعايير. كان أولها الابتكار، إن يكون هذا المشروع مشروع مبتكر. 2، إن يكون قابل للتنفيذ، يعني مش مشروع صاحبه ما عندوش الآليات اللي ينفذ هذا المشروع، لا، مشروع قابل للتنفيذ. النقطة الثالثة وكانت بالنسبة لي دي نقطة مهمة جدا، والقدرة على توفير عملة صعبة. كان من ضمن هذه المعايير إن المشروعات اللي تفوز معانا إن يكون صاحب هذا المشروع بيصدر بره أو عنده رؤية إنه يصدر بره. فكان دي من أحد المعايير الأساسية لاختيار المشروعات. النقطة أو المعيار رقم 4 هو توفير فرص عمل. توفير كل ما يكون ده أحد المعايير، كل ما يكون المشروع أو المصنع أو الفكرة بتوفر فرص عمل، فكان ده أحد المعايير اللي بناء عليها تم الاختيار. أيضا معيار إن يكون في دراسة جدوى حقيقية، اللي بيعمل المشروع ده يبقى عارف هيبدأ منين وينتهي منين، عارف كل تفاصيل المشروع علشان ما يجيش في النص ويقف. فكان ده بالنسبة لنا معيار مهم جدا. المعيار السادس والأخير هو الأثر المجتمعي، إن المشروع ده يكون له تأثير أو بيضيف قيمة مضافة للمجتمع. دي كانت المعايير اللي احنا بناء عليها تم الاختيار. احنا اتقدم لنا، احنا فتحنا المسابقة يوم 26 مايو 2025 واتقفلت 20 يونيو 2025. احنا اتقدم لنا ما يقرب من 150 مشروع، مشروعات من محافظات مختلفة، 150 فكرة، أفكار إنتاجية، أفكار تجارية، أفكار في مختلف الأنشطة. كان عندنا 150 فكرة من أنشطة مختلفة. طبعا احنا تم اختيار 3 مشروعات فائزة. هنستعرض مع حضراتكم هذه المشروعات. المشروع الأول أو اللي حصل على المركز الأول كان مصنع الماسة للصابون والمنظفات. المصنع ده في أحد القرى. المصنع ده قائم من 2019، يعني قائم بالفعل. المصنع بيوفر منتجات مخصصة، منتجات منزلية. المصنع ده شغال في صناعة الصابون. المصنع ده لقينا إن هو بيصدر للسودان وتشاد، فلقينا إن المصنع مستوفي المعايير اللي احنا اتكلمنا عليها، فخد معانا المركز الأول. طبعا صاحب هذا المشروع هيلقى دعم مادي، دعم تسويقي، دعم إداري، أفكار للهيكل التمويلي
للمشروع، الهيكل التمويلي المناسب له. طيب لما سألناه أنت محتاج إيه؟ خاصة أن هو في قرية بسيطة جدا وشغال على سكيل صغير، هو محتاج إن احنا نوفر له معدات أو إن حد يساعده يشوف الطريق المناسب علشان يوسع هذا النشاط، فمحتاج حد يمول المعدات، محتاج حد يتكلم معاه في الجانب التسويقي، يتعمل له كامبين أو ماركتينج بشكل محترف علشان يقدر يتوسع في محافظات أخرى ويبدأ إنه يصدر أيضا في دول أخرى. طبعا صاحب هذا المصنع هيجي مع حضراتكم هيستعرض هذا المشروع، وإن احنا هنعطي له أولوية إن احنا نقدم له كل الدعم. ديت صور المنتجات. عندنا المركز الثاني هو مصنع لتصنيع لوحات الكهرباء. المصنع ده اتنشأ في 2021. المصنع ده عمل نجاحات ونفذ مشروعات مع مجلس مدينة بالقاس، طريق جمصة المنصورة، طريق العريش، شبكة كهرباء بالقاس، العاصمة، الإدارية. بيصدر لي السودان وليبيا. احتياجات المشروع أيضا محتاج إن يشتري معدات حديثة علشان يطور هذا المشروع، فعايز يتوسع في محافظات أخرى. فده كان المشروع رقم 2 الفائز معنا. المشروع ودي طبعا اللوحات بتاعته. المركز الثالث كان معانا ورشة أساس ستانلس ديكور تركي، بيصنع فرش الفلل. هو هنا نفذ، طبعا المشروع اتعمل في 2023، نفذ مشروعات زي فرش فلل في كومباوند مدينتي والتجمعات والقاهرة واسكندرية. المشروع ده بيواجه صعوبات في التسويق، محتاج حد يدعمه تسويقيا بحيث ان هو ينتشر، فاحنا ان شاء الله هنقدم له دعم في هذه النقطة، ان احنا هنشتغل عليه او هنشتغل معاه في جانب التسويق، وهو عنده توجه انه يصدر بره، فده حصل على المركز الثالث. دي المنتجات اللي هو اشتغلها. احنا قلنا الفاز الاول هيلقى دعم مادي، دعم تسويقي، دعم اداري، افكار للهيكل التمويلي المناسب. الفاز الثاني والثالث هياخد دعم تسويقي ودعم اداري وافكار للهيكل التمويلي المناسب. احنا لقينا واحنا شغالين في تصور ان احنا يبقى عندنا رؤية مستقبلية لدعم هذه المشروعات. احنا بنقترح السيدة وزيرة التنمية المحلية الأستاذة الدكتورة منال عوض، ست شاطرة جدا، ان احنا بنقول لها تجتمع بالسادة المحافظين، يبقى في كل محافظة يتعامل زي كوميتي، لجنة. هذه اللجنة تبقى مكونة من يرأس هذه اللجنة السيد نائب المحافظ، 2 من أساتذة الجامعات المتخصصين في دراسة المشروعات وإدارة المخاطر، عضو من هيئة المشروعات الصغيرة، عضو من قطاع أو هيئة المشروعات الصغيرة، وأيضا 2 من رجال الأعمال بالمحافظة. اللجنة ديت آلية عملها إن هي تجتمع كل كوارتر، كل 3 شهور، يبقى في زي كده قناة أو تشانل من خلالها يتم الإعلان عنها، إن كل شاب عنده فكرة في نطاق المحافظة يسجل على الابليكيشن أو على التشانل اللي المحافظة هتحددها، وهذه اللجنة تجتمع كل 3 شهور تبحث هذه المشروعات. لو احنا فقط هذه اللجنة دعمت 10 مشروعات كل 3 شهور كل كوارتر، فبالتالي وتقدم لهم الدعم اللازم. يعني مثلا المشروعات دي محتاجة دعم، محتاجة أرض يتوسع، عنده فكرة عاملها في قرية صغيرة أو بشكل غير رسمي أو أيا كان، فعايز قطعة أرض. بناء على دراسة هذه المشروعات، وأنا بشوف إن هذه المشروعات هيبقى لها أولويات، يتم توفير معدات، آلات ومعدات، أراضي، خدمات، أيضا يبقى فيه تقديم استشارات مالية. والمشروعات دي يتعمل لها تراكنج، أتابع هذه المشروعات عشان أضمن نجاح هذه المشروعات. يبقى اللجنة ديت هتجتمع كل 3 شهور، تختار المشروعات ذات الأولوية وتوفر لها الدعم. السيد المحافظ هيشكل هذه اللجنة ويبقى لها أولوية في المتابعة.
في كل محافظه، وتعمل لها KPIs علشان اتابع هذه المشروعات، مش بس ان انا ادي تمويل ويبقى المشروع وهمي. لا، احنا عايزين مشروع حقيقي وتعمل له متابعه حقيقيه، اللجنه تقعد وتتكلم فيه مع صاحب المشروع عشان نلاقي فعلا مشروعات حقيقيه وليست مشروعات وهميه بغرض التمويل او يجي في النص ويتعثر. لا، هو هيلاقي الدعم لانه عارف ان في ناس هتتابعه وهتتابع كل التفاصيل وكل الخطوات معاه. احنا لقينا تحدي خطير جدا، تحدي خطير جدا واحنا في المسابقه. لقينا ان في بعض المشروعات تحت بير السلم ومشروعات ناجحه. لقينا ان في مشروعات بتصدر بره وخافت تقدم معانا، لقوا عندهم تحدي الخوف. يقول لك ان الدوله، احنا مش عايزين الدوله تعرف عننا حاجه، او مش عايزين الدوله تحط عينيها علينا. طبعا هذا مفهوم خاطئ. اتكلمت معاهم بشكل ودي ان لا، انتوا تصوركم هذا تصور خاطئ، وان الدوله بتدعم هذه المشروعات وبتقدم دعم، وانت علشان توسع ما تبقاش انت بتتكلم في قريه وعلى سكيل صغير، عشان تكبر لازم الدوله تقدم لك الدعم. فعندهم قلق. احنا محتاجين في السيد المحافظ يقعد مع الساده رؤساء مجالس المدينه، كل رئيس مجلس مدينه يعمل حصر في كل قريه، هيلاقي مشروع واثنين وثلاثه، يجمع الناس في ايام محدده ويتكلم مع الناس، وان الدوله بتدعمهم، الدوله مش ضدهم. احنا محتاجين التصور ده. ليه؟ لان فعلا احنا رصدنا مشروعات في قرى ومشروعات ناجحه جدا بس شغاله على سكيل صغير، ومعتقدين ان الدوله هتستنزفهم في ضرائب وتامينات و فهذا المفهوم حاولنا نقول لهم ان هذا المفهوم خاطئ، وان انت علشان تكبر لازم تمشي في الاطار الرسمي عشان تقدر تاخد قطعه ارض، علشان الدوله تديك معدات، علشان الدوله تمولك، لازم تمشي في الاطار الرسمي. بس هذه الفئات محتاجه طمأنة، محتاجه ان الناس تتكلم معهم. فالسيد رئيس مجلس المدينه كل في منطقته يجمع الناس بشكل فريندلي كده، يقعد يتكلم معاهم ان الدوله داعمه، ويبقى في عمليه طمأنة عشان الناس دي تكبر وتقدم لهم كل الدعم. ده التصور اللي انا كنت حاطه. احنا دي مش النهايه، دول 3 مشروعات هنحدد موعد، اصحاب هذه المشروعات هتيجي وتستعرض افكارها بحيث الناس حتى تشوف الشباب دي بتفكر ازاي. بعد كده احنا هنعمل لهم زي تراكنج كده، هنتابعهم، هنقدم لهم الدعم ونتابعهم ونشوف النتائج، وايضا بعد فتره 6 شهور او سنه يطلعوا معانا تاني ونشوف ايه التغيرات اللي حصلت. هل الفكره احنا هذا الدعم كان له تأثير، ولا هذا الدعم كان دعم مؤقت، ولا هذا الدعم موقوفي، ونشوف في النجاحات ونقيم بعد كده. يعني عايز اقول ان احنا لقينا الشباب عنده شغف، عنده حلم، واللي عنده حلم احنا معاه وان شاء الله هنساعده. شكرا جزيلا.